هل تعلم أن شكل أنفك قد يحمل بصمة تاريخية؟ تعرف معنا اليوم إلى أشهر أنواع الأنوف الكلاسيكية، كما وصفها الإغريق والرومان وعلماء الأجناس. أولاً، الأنف الإغريقي كريك نوز، أنف مستقيم تماماً من الجبهة حتى الطرف دون أي انحناء، كان يعتبر مثالاً للكمال الجمالي في الفن الإغريقي. ثانياً، الأنف الروماني رومن نوز، يمتاز بانحناء طفيف في الجسر، ويظهر بارزاً في معظم التماثيل الرومانية، يرمز إلى القوة والسيادة. ثالثاً، الأنف النوبي نيوبن نوز، طويل وعريض من الأسفل، مع فتحات أنف واضحة، يظهر في الشعوب الإفريقية، ويعبر عن الجاذبية والكرم. رابعاً، الأنف العبري هيبرو نوز، طويل مع تقوس واضح في المنتصف، ويعرف أيضاً بالأنف السامي، يرتبط بالشعوب الشرق أوسطية. خامساً، الأنف الشرقي أورينتال نوز، مسطح قليلاً، ناعم الطرف، ويمنح صورة لطيفة وهادئة، يظهر في الشعوب الآسيوية خصوصاً. سادساً، الأنف الإفريقي أفريكان نوز، قصير وعريض ومفلطح في الأعلى مع فتحات واسعة، وهو شكل يجسد الهوية والأصالة. سابعاً، الأنف الفينيقي فينيش النوز، طويل جداً مع جسر مرتفع وطرف بارز، وكان ينسب إلى الشعوب القديمة في بلاد الشام. في النهاية، لا يوجد شكل مثالي للأنف، فكل أنف يحكي قصة ويحمل معاني جمالية وتاريخية مختلفة. اكتب لنا في التعليقات إلى أي نوع ينتمي أنفك، وهل توافق على توصيفه؟ ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لمزيد من الفيديوهات الثقافية.